السلام عليكم حبايبي طلاب الصف الثاني الاعدادي، اخباركم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. معاكم مستر محمد رجب مدرس العلوم من وناس تتعلم. النهارده باذن الله هنشتغل مع بعض درس الاسبوع الثالث. الاسبوع الثالث هنشتغل مع بعض الدرس الثالث عندنا من الوحده الاولى اللي هيتكلم فيه على الطاقه الداخليه ودرجه الحراره. هنتعرف النهارده على شويه مفاهيم جديده كده. هنعرف مفهوم جديد يسمى بالطاقه الداخليه. الطاقه الداخليه للنظام. طب يعني ايه اصلا كلمه نظام؟ قال لك ان احنا عشان ندرس المواد اللي حوالينا وعشان ندرس طبعا الماده وحالاتها وتغيراتها لازم نعرف حاجتين. لازم نعرف مفهوم حاجه اسمها نظام وحاجه اسمها درجه الحراره. يعني نعرف يعني ايه اصلا كلمه درجه الحراره دي بتعبر عن ايه؟ ايوه مثلا من 25 و35. لا، الارقام اللي احنا بنقولها دي احنا عاوزين نعرف احنا بنحدد ايه الارقام اللي سيادتك بتقولها دي. وكمان نعرف حاجه اسمها نظام. طب تعالوا كده نبدا مع بعض. اول حاجه يعني ايه كلمه نظام؟ قال لك النظام ده هو اي جزء من الكون يكون موضوع لدراسه وملاحظه تغير الطاقه والماده به. يبقى ده نظام هو اي جزء من الكون بيكون موضعا لايه؟ لدراسه وملاحظه تغير الطاقه والماده به. يبقى ده عباره عن جزء كده انا باخده، ولنفترض مثلا كوبايه الشاي اللي حضرتك بتكون ماسكها وقت ما بتتفرج على الحصه. كوبايه الشاي اللي حضرتك ماسكها دي بالنسبه لي تعتبر ايه؟ دي تعتبر بالنسبه لي نظام. ليه؟ مش هي جزء من الكون، ودي بالنسبه لي موضع لايه؟ لدراسه وملاحظه تغير الطاقه والماده به. ليه؟ لان كوبايه الشاي اللي في ايد حضرتك دي لو انا مسكتها مش بيطلع منها ميه بالظبط، بيطلع منها بخار، فكده بيحصل تغير في الايه؟ في الماده. وفي نفس الوقت كوبايه الشاي لو حضرتك سبتها ساعه ثانيه هيبدا يحصل لها ايه؟ او مش ساعه كمان، ربع ساعه، نص ساعه، هتلاقي يبدا يحصل لها ايه؟ هتلاقي كوبايه الشاي بدات ان هي تبرد. فكلمه ان هي تبرد يعني حصل تغير في الطاقه، بدل ما كانت درجه حرارتها مرتفعه، بدل ما كانت سخنه او فيها طاقه حراريه عاليه، بدات الطاقه الحراريه اللي عندها يحصل لها ايه؟ تقل. فبالتالي النظام ده اي جزء من الكون انا بكون وضعه لدراسه وملاحظه تغير الطاقه والماده اللي موجوده فيه. واي نظام عندي فيه حاجه عنده اسمها الوسط المحيط. ايه هو الوسط المحيط ده؟ قال لك الوسط المحيط ده الحيز المحيط بالنظام والذي يمكن ان يتبادل معه الطاقه والماده او كلاهما. يعني الوسط المحيط ده من الاخر زي الاوضه بتاعت حضرتك كده. لما تعمل كوبايه الشاي انت ماسك كوبايه الشاي في ايدك، فبالنسبه لي كوبايه الشاي دي نظام. مين بقى الوسط المحيط؟ الاوضه. ده الحيز اللي بيحيط النظام اللي ممكن يحصل فيه تبادل للطاقه او الماده او الاثنين مع بعض، زي مثلا مثال كوبايه الشاي. فقال لك ان اي نظام عندي زي ما احنا شايفين كده بيكون عباره عن نظام، والنظام بيكون ليه حدود. ده الغلاف اللي بيحوط النظام بتاعي، وطبعا بيكون فيه وسط محيط. فبدا يوضح لك كده لو حصل تبادل للطاقه بين النظام والوسط المحيط، فعندك طاقه حراريه بيمتصها النظام من الوسط المحيط. لو هو مثلا النظام اللي عندي ده درجه حرارته منخفضه، ولنفترض ازازه ميه انا لسه مطلعها من الفريزر، فازازه الميه دي هتعمل ايه؟ هتكتسب طاقه من الاوضه اللي موجوده فيها. فمعنى كده ان هي بتكتسب طاقه حراريه من الوسط المحيط بيها. وقال لك برضو ان في ساعات بيكون في طاقه حراريه منطلقه من النظام الى الوسط المحيط. زي ايه؟ زي كوبايه الشاي. لما حضرتك تمسك كوبايه شاي هتبدا يحصل لها ايه؟ هتبدا ان هي تبرد. فمعنى ان كوبايه الشاي اللي معايا دي بدات ان هي تبرد يعني بدات تفقد طاقه، فهيطلع طاقه او هتنطلق طاقه من النظام اللي معايا للوسط المحيط بيها. وقال لك ان الماده في النظام قد تكون صلبه او سائله او غازيه او خليط منهم. يعني ازازه الميه اللي بدات تسيح معاك دي هي خليط من الايه؟ من الماده السائله والماده الصلبه. فالماده في النظام ممكن تكون صلبه او سائله او خليط من الاثنين. يبقى تاني كده، يبقى النظام ده مكان موجود او جزء عندي من الكون انا بعمل فيه ايه؟ انا جايبه عشان ادرسه، موضع للدراسه والملاحظه. بلاحظ فيه ايه؟ بلاحظ تغير الطاقه والماده فيه. يبقى اي حاجه او اي جزء بيحصل فيه تغير للماده والطاقه ده اقدر اقول عليه ايه؟ نظام. طب تمام. تعالوا كده نشوف ايه انواع الانظمه عندي. هو فيها مثلا انواع للانظمه؟ الانظمه اللي عندك كلها مش زي بعض. فاول حاجه قال لك ان الانظمه بتصنف تبعا لقابليتها لتبادل الطاقه والماده مع الوسط المحيط. يبقى انا لما هاجي اصنفهم دلوقتي هصنفهم على حسب هم قابلين اصلا يحصل تبادل للماده والطاقه ولا لا، وعلى حسب كمان هل هيبدل طاقه بس ولا ماده بس ولا الاثنين مع بعض، ولا مش هيحصل تبادل لاي حاجه فيهم. فتعالوا نشوف. اول نظام عندي اسمه نظام مفتوح، زي كوبايه الشاي اللي كانت في ايد حضرتك. زي مثلا لو حاطط حله مثلا او كسرونه زي دي على النار، ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ان النظام المفتوح ده نظام يحدث فيه تبادل للطاقه والماده مع مين؟ مع الوسط المحيط. فمثلا لو انا معايا كوبايه شاي، هفترض ان ده مثال لكوبايه الشاي. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تبادل لحاجتين، بيحصل تبادل للطاقه والماده. طب الطاقه ازاي؟ لان زي ما قلت لحضرتك كوبايه الشاي لو احنا سيبناها مثلا شويه كده، ولنفترض مثلا ربع ساعه، نص ساعه، هتلاقي بيحصل لها ايه؟
هتبدا ان هي تبرد، فمعنى ان هي بردت يعني في طاقه انطلقت منها، يعني فقدت طاقه، يعني حصل تبادل في الطاقه ما بينها وما بين الوسط المحيط بيها. وبرده زي ما قلنا بخار الماء اللي بيطلع من كوبايه الشاي ما ده كده يعتبر فقد للايه؟ للماده، لان بخار الماء ده عباره عن ماده كانت موجوده جوه كوبايه الشاي اللي عندي. فاداك مثال قال لك زي اناء مفتوح به ماء يغلي يمثل نظام مفتوح. ليه اصلا اناء مفتوح زي اللي قدامي ده في ميه بتغلي؟ ده مثال ده يعتبر نظام مفتوح. قال لك لان بيحصل فيه تبادل الحراره وبخار الماء، الاثنين بيحصل فيهم تبادل. اولا هو بيكتسب حراره، بيكتسب حراره منين؟ من النار اللي محطوطه تحتيه، فمعنى كده ان حصل تبادل للحراره. وبخار الماء اللي بدا يطلع من الحله دي، فبدا بالنسبه لي او اللي بدا يطلع من الاناء ده كده بالنسبه لي يعتبر تبادل للطاقه. يبقى التبادل عندي بيحصل لحاجتين، بيحصل تبادل للماده والطاقه، ده بالنسبه للنظام المفتوح. يبقى لما يجيب لي يقول لي مثال اناء مفتوح كوب به شاي كوب به ماء مغلي، ايا كان المثال اللي هجيبه لك يقول لك ده يعتبر نظام مفتوح، يبقى اقول له لانها يحدث فيه تبادل للطاقه والماده مع الوسط المحيط. تاني نوع من الانظمه وهو النظام المغلق. يقول لك النظام المغلق ده نظام يحدث فيه تبادل للطاقه فقط دون الماده مع الوسط المحيط. تاني يبقى ده عباره عن نظام بيحصل فيه تبادل للايه؟ للطاقه فقط من غير الماده. مع مين؟ مع الوسط المحيط. هو مديك مثال هنا جميل جدا، قال لك زي عبوه مشروب غازي تمثل نظام مغلق. ليه؟ لان بيحصل فيها تبادل للحراره. طب مثلا معلش فهمني انا مش فاهم. جبنا نفس كوبايه الشاي اللي حضرتك عملتها، بس المره دي بدل ما عملت كوبايه الشاي وسبتها مفتوحه، لا انا رحت مغطيها. سبت كوبايه الشاي دي ربع ساعه، نص ساعه، برضه هيحصل لها ايه؟ ما هتبرد يا مستر، ايه الجديد؟ حلو، هتبرد. طب بخار الماء بقى اللي كان بيطلع من كوبايه الشاي ده هيفضل يطلع؟ لا يا مستر مش هيطلع، ده انا لما اجي اشيل الغطا اللي انا كنت حاطه على الكوبايه هلاقيه بدا يعمل ايه؟ هيبدا ينقط بخار الماء اللي طلع ده، بعد ما طلع وخبط في الغطا بدا يحصل له ايه؟ بدا يتكثف ويتحول من الحاله الغازيه للحاله السائله. يبقى تمام كده. يبقى انت عندك في النظام المغلق لما جبت كوبايه الشاي وقفلتها دي كده بالنسبه لي نظام مغلق، حصل تبادل لايه؟ للطاقه. بدل ما هو ما كان عنده كميه من الطاقه الحراريه، لا ده بدا يفقد جزء منها، يعني حصل تبادل للطاقه. طب بالنسبه للماده، لا الماده فضلت ثابته، كل بخار الماء اللي كان موجود عندي بدا ان هو يتبخر، لما خبط في الغطا اللي انا حاطه حصل له ايه؟ اتكثف ورجع ينزل مره ثانيه. يبقى النظام المغلق ده نظام بيحصل فيه تبادل للطاقه فقط دون الماده. يعني ايه؟ يعني الماده اللي عندي بتفضل ثابته. وادالي مثال اوضح زي ايه؟ قال لك زي عبوه مشروب غازي، كنزايه، دي بالنسبه لي نظام مغلق. ليه؟ لان الكنزايه دي لو انا خدتها وحطيتها في الفريزر هيحصل ايه؟ تبدا ان هي تسقع. تمام، سقعت، بدات بعد كده بدات تتجمد، تتحول من الحاله السائله للحاله الصلبه. طب رحت جايب علبه الكنز دي ورحت مطلعها بره الفريزر، هيحصل لها ايه تاني؟ هترجع تسخن تاني وتكتسب طاقه حراريه. طب ما هي في الاول وفي الاخر هي ايه؟ مقفوله، يعني عماله بتبرد وتسخن، بس في الحالتين هي ايه؟ بيحصل تبادل للطاقه فقط، يعني بتفقد طاقه وتكتسب طاقه، بس الماده اللي عندها مالها؟ الماده اللي عندها ثابته ما بتتغيرش. يبقى عبوه مشروب غازي دي بالنسبه لي زي ما قلنا تعتبر نظام مغلق. ليه؟ لان بيحصل تبادل للحراره فقط اللي هي الطاقه دون تبادل الماده. يبقى ده كده تاني نوع من الانظمه. ثالث نوع عندي بقى من الانظمه وهو النظام المعزول. قال لك النظام ده نظام لا يحدث فيه تبادل للطاقه او للماده مع الوسط المحيط، يعني الاثنين بيفضلوا موجودين جوه النظام بتاعي. زي ايه؟ يقول لك مثلا زي حافظ الحراري، زي حافظ الحراره اللي هو الترمس، ده يمثل نظام معزول. طب ليه بقى مستر؟ اشمعنى حافظ الحراره؟ او ممكن كمان ادي لحضرتك مثال تاني زي المج الحراري اللي قدامنا في الصوره ده، اللي ممكن تكون حضرتك بتشتريه او موجود في معظم البيوت. ده بالنسبه لي يعتبر نظام معزول. طب ليه؟ دلوقتي اولا كده انا هسالك سؤال بديهي جدا. انا حابب اسال حضرتك سؤال دلوقتي لو احنا عندنا في البيت ترمس، او حضرتك جايب مثلا عندك في البيت مج حراري، زي ما قلنا معظمنا في البيت المج الحراري ده موجود، حضرتك بتجيبه ليه؟ تقول لي يا مستر انا بجيبه مثلا او موجود عندنا في البيت، بابا كان شاريه، ماما كانت شاريه، انا نفسي كنت شاريه عشان لما اجي اعمل مثلا حاجه سخنه، اعمل نفسي شاي، اعمل نفسي نسكافيه، وعاوز اخده معايا مشوار يفضل محتفظ بالحراره بتاعته. الله ينور عليك. يعني هو وظيفته ان هو بيعمل ايه؟ بيحفظ الحراره. انا دلوقتي عبيت في المج ده، حطيت فيه شويه شاي، حطيت فيه شويه نسكافيه. طب انا بحط فيه الحاجه دي ليه؟ بحط فيه الحاجه دي عشان اقدر اخده واتحرك بيه مسافات بقى واوقات كتير، ممكن احصل مثلا رايح مشوار ساعه ساعتين، فانا عاوز المشروب اللي انا عملته ده يفضل معايا طول الساعه والساعتين سخن. حلو قوي. يعني معنى كده ان هو بيحافظ لي على ايه؟ بيحافظ لي على حراره الماده اللي عندي، يعني ما بيفقدش حراره. عشان كده ده بيصنف بالنسبه لنا زي ما قلنا يعتبر نظام معزول. ليه بقى؟ قال لك لان هو لا يحدث فيه تبادل للحراره، ما بيفقدش حراره ولا بيفقد ولا بيكتسب، هو محافظ على درجه الحراره بتاعته او الماده. يبقى تاني، يبقى النظام المعزول ده نظام ما بتحصلش فيه ولا تبادل الحراره او تبادل للماده. طبعا مع مين؟
مع الوسط المحيط، يبقى هو بيفضل محتفظ بالماده والحراره بتاعته. عشان كده زي ما قلنا احنا لما بنجيبه ليه؟ عشان يحافظ لنا على الحراره بتاعتنا، لان هو يعتبر نظام معزول. طب ده كده بالنسبه للثلاث انظمه بتاعتنا. يبقى تاني برضو قبل ما نخش على الجزئيه اللي بعد كده نفتكر كده مع بعض الثلاث انظمه. يبقى انا عندي كام نظام؟ 3: مفتوح ومغلق ومعزول. المفتوح ده من اسمه مفتوح فبيسمح بتبادل ماده وطاقه الاثنين مع بعض. لما يسالني على اي حاجه ليه بصنفها ان هي نظام مفتوح، يبقى اقول له لانها تسمح بتبادل الماده والطاقه. طب بالنسبه للنظام المغلق، لا، النظام المغلق ده بيسمح بتبادل الطاقه فقط، لكن الماده بتفضل محفوظه. زي ايه؟ زي عبوه المشروبات الغازيه اللي هي الكنز. يبقى دي بالنسبه لي تعتبر نظام مغلق. ليه؟ لانها تسمح بتبادل الطاقه فقط. طب ثالث نوع من الانظمه وهو النظام المعزول. ده لا يسمح بتبادل ولا ماده ولا طاقه، بيفضل محافظ على الاثنين، يحافظ على الماده اللي عندي زي ما هي، وكمان يحافظ على الطاقه الحراريه للماده اللي انا حاططها جواه. طب تمام. لو عاوزين برضو مثال تاني، نزود مثال عندنا زي مثلا الايس بوكس. لو حد عارف الايس بوكس اللي فيه ناس مثلا بياخدوه معاهم في الرحلات، يحطوا فيه ثلج، عاوزين يحطوا مثلا حاجه يفضلوا يحافظوا عليها ساعه. الايس بوكس ده كان من اكبر الامثله اللي ممكن نضربها عندنا. ان انا بجيبه بحط فيه ثلج واحط جواه شويه الكنزات اللي انا عاوزهم وامشي بيه. طب مشيت بيه، رحت بيه مسافات كبيره، بعد كده لما اجي افتح هلاقي برضو ان الثلج اللي عندي ده قدر يحافظ على درجه الحراره بتاعته مده طويله. يعني طبعا اكيد مش هيفضل ساقع زي ما هو في الفريزر، لكن برضه هيفضل محافظ على التبريد بتاعه لمده طويله. فده برضه يعتبر بالنسبه لي من امثله الانظمه المعزوله. خش بعد كده على الجزئيه الثانيه وهي اللي هنتكلم فيها على الطاقه الداخليه للنظام. طبعا احنا عارفين من نظريه جسيمات الماده، نفتكر كده مع بعض، عارفين ان كل ماده ليها نوعين من الطاقه. احنا عارفين النظريه دي كان ليها كام فرد؟ كان ليها 5 فروض. مش عاوزينهم كلهم، عاوزين بس فردين. الفرد بتاعي اللي كان بيقول ان اي ماده او اي جسيمات بتكون مخزنه جواها طاقه وضع. طب طاقه الوضع دي جت منين؟ جت لنا من قوه التجاذب اللي بين الجسيمات وبعضها. يبقى اول فرد كده ان يوجد طاقه وضع ما بين الجسيمات وبعضها. طب طاقه الوضع دي الجسيمات خزنتها ليه؟ قلنا بسبب قوه التجاذب اللي ما بينها. طب تاني فرد كان بيقول لك برضو ان الجسيمات في حاله حركه مستمره. ليه؟ لان هي عندها طاقه حركه. يبقى انا عندي كده كام فرد مهمين؟ 2: ان الجسيمات بتخزن طاقه وضع بسبب قوه التجاذب، وان الجسيمات عندها طاقه حركه. طب مش بفكرك بحاجه ده؟ فكرك بحاجه كده في سنه اولى كان الاثنين دول مجموعهم على بعض كنا بنسميهم ايه؟ كنا بنسميهم طاقه ميكانيكيه. طب حلو يا مستر، ايه علاقه الطاقه الميكانيكيه بده؟ لا، عاوزك بس تفتكر حاجه، بعد كده هرجع لك تاني للطاقه الداخليه. الطاقه الميكانيكيه دي كنا بنقول هي ايه؟ مجموع طاقتي الوضع والحركه. طب الوضع والحركه لمين؟ للجسيمات؟ لا طبعا الجسيمات ما كانش ليها دخل ولا كنا نعرفها. امال الطاقه الداخليه طاقه الوضع والحركه لمين؟ لاي جسم عندي. زي القلم ده كده، القلم ده وانا ماسكه كده مخزن جواه طاقه وضع. اول ما هسيبه هتتحول لطاقه حركه، وتبدا طول ما هو نازله عمال تتحول طاقه الوضع لطاقه حركه. طب هو القلم ده عنده ايه؟ عنده طاقه ميكانيكيه اللي هي مجموع مين ومين؟ طاقه الوضع وطاقه الحركه. قال لك برضو الجسيمات زيها زي اي ماده عندي، عندها طاقه بس اسمها طاقه ميكانيكيه؟ لا، هيبقى عندها نوع تاني من الاسماء اللي هي اسمها ايه؟ اسمها الطاقه الداخليه. طب تعالوا كده نشوف المواد اللي عندي الاول، ايه طاقه الوضع اللي عندها وايه طاقه الحركه اللي عندها، عشان نشوف الطاقه الداخليه هتيجي منين. فاول حاجه بدا بالمواد الصلبه. قال لك ان المواد الصلبه طاقه الوضع عندها بتكون اعلى ما يمكن. ليه؟ لان طاقه الوضع زي ما قلنا بتيجي من قوه التجاذب. يبقى لان قوه الترابط بين جسيماتها قويه جدا والمسافات البينيه صغيره جدا. يبقى لما يسالني ليه طاقه الوضع عند الماده الصلبه عاليه جدا؟ بسبب ان قوه الترابط بين جسيماتها قويه والمسافات البينيه صغيره. طب ده بالنسبه لطاقه الوضع. طب طاقه الحركه، يقول لك ان طاقه الحركه بين جسيماتها بتكون صغيره. ليه؟ لان جسيماتها بتهتز حول موضعها فقط. الحركه بتاعتها حركه اهتزازيه، وكنا بنقول كمان ان هي ما بتنتقلش من موضعها، ما بتنتقلش من مكان لاخر. نيجي بقى للمواد السائله. يقول لك المواد السائله طاقه الوضع عندها بتكون متوسطه. طب ليه طاقه الوضع عندي بالنسبه للمواد السائله بتكون متوسطه؟ قال لك لان قوه الترابط بين جسيماتها بتكون ضعيفه نسبيا. تاني، يبقى قوه طاقه الوضع عندي بالنسبه للمواد السائله بتكون ضعيفه نسبيا. طب المسافات البينيه؟ لا، المسافات البينيه اللي كانت ما بينها كنا بنقول ان هي كبيره نسبيا. عشان كده بالنسبه لي طاقه الوضع متوسطه. طب وطاقه الحركه؟ برضه طاقه الحركه متوسطه. طب ليه؟ لان جسيماتها كانت بتتحرك بحريه نسبيه، او بقول ان هي بتتحرك بحريه محدوده في الاناء الحاوي لها، ما تقدرش تنطلق في كل مكان، هي بتتحرك داخل الاناء اللي موجوده فيه. يبقى تاني، يبقى بالنسبه لي المواد السائله كده عندها طاقه وضع متوسطه وعندها برضه طاقه حركه متوسطه.
طب طاقه الوضع المتوسطه دي جت منين؟ قلنا بسبب قوه التجاذب، ان قوه التجاذب عندها بتكون ضعيفه نسبيا، وبالتالي المسافات البينيه كبيره نسبيا، عشان كده بقول ان طاقه وضعها كانت بالنسبه لي متوسطه. طب بالنسبه لطاقه الحركه برضه متوسطه. ليه؟ لان الجسيمات هتتحرك بحريه نسبيه في الاناء الحيوي لها. تعال بقى بالنسبه للمواد الغازيه، قال لك المواد الغازيه طاقه الوضع عندها تعتبر شبه منعدمه. طب ليه؟ برضه لان قوه الترابط بين جسيماتها ضعيفه جدا وتعتبر بالنسبه لي منعدمه، والمسافات النسبيه المسافات البينيه كبيره جدا. طب تعالى نشوف طاقه الحركه كده. قال لك ان طاقه الحركه مرتفعه جدا. ليه؟ لان جسيماتها كانت بتتحرك بحريه تامه. طب يا مستر معلش انا عاوز اعرف بقى، انا دلوقتي لما درست الثلاث مواد اللي عندي ايه اللي اكتشفته او ايه اللي فادني ان انا اعرف الطاقه الداخليه؟ عاوزك تركز معايا في حاجه. لو تاخد بالك كده ان انا كل ما بنتقل من ماده لاخرى هتلاقي حاجه بتزيد في ناحيه وحاجه بتقل في ناحيه. يعني مثلا في المواد الصلبه كانت طاقه الوضع ايه؟ اعلى ما يمكن وطاقه الحركه صغيره. تعال ننقل كده عند الغازيه. الغازيه هي اللي طاقه وضعها كانت شبه منعدمه، يعني اقل ما يمكن، وطاقه الحركه مرتفعه جدا. طب المواد السائله كان عندها طاقه الوضع متوسطه وطاقه الحركه متوسطه. عشان كده قلنا لما جمعنا الاثنين دول على بعض سميناهم ايه؟ سميناهم طاقه داخليه. سميناهم طاقه ايه؟ داخليه. ليه طاقه داخليه؟ لان دي جمعت لي كل انواع الطاقات اللي موجوده بين الجسيمات، لان هي اصلا الجسيمات في كام نوع من الطاقه بتجمعها؟ هم طاقتين، طاقه الوضع وطاقه الحركه. ده بالنسبه طبعا لنظريه جسيمات الماده اللي احنا درسناها مع بعض في الدرس الاول. يبقى عرفنا كده ان لما حاجه بتزيد الثانيه بتقل، في توازن ما بين الطاقتين، ما بين طاقه الوضع وطاقه الحركه. عشان كده بعد كده لما يجي يديني تعريف او يديني قانون للطاقه الداخليه يقول لك ان الطاقه الداخليه للنظام بتساوي طاقه الوضع زائد طاقه الحركه. حتى تعريف الطاقه الداخليه يقول لك ايه؟ ان هي مجموع طاقتي الوضع والحركه لجسيمات النظام. طب يا مستر هي الطاقه الداخليه دي ممكن تزيد ازاي؟ قال لك ان الطاقه الداخليه بتزيد لما تزيد طاقه وضع الجسيمات او طاقه حركتها او الاثنين مع بعض. يبقى تاني، يبقى الطاقه الداخليه لاي نظام بتزيد لو زادت طاقه الوضع او زادت طاقه الحركه او الاثنين مع بعض زادوا. طب يا مستر هما الاثنين ينفع يزيدوا؟ انا لو فاكر كده لما كنت بتدينا الطاقه الميكانيكيه قلنا ان الطاقه الميكانيكيه ثابته، اللي بيزيد يا اما طاقه الحركه تزيد فطاقه الوضع تقل، يا اما طاقه الوضع تزيد فطاقه الحركه تقل. لا هنا الوضع مختلف، هنا ممكن يحصل زياده للطاقه الداخليه لو حصل زياده لطاقه الوضع او طاقه الحركه، او ممكن الاثنين يزيدوا مع بعض فبالتالي الطاقه الداخليه هتزيد. طب تعالوا نشوف هي الطاقه الداخليه اصلا بتتوقف على ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تحصل ترفع لي من الطاقه الداخليه للنظام؟ اول حاجه عندي هي درجه الحراره، تاني حاجه كتلته، تالت حاجه نوع مادته، واخر حاجه حالته الفيزيائيه. وناخد بالنا بس من كلمه هنا ان الكتله بتمثل لي ايه؟ عدد الجسيمات. اول حاجه كده بدا يعرف لي تعريف كلمه درجه الحراره. يعني ايه اصلا درجه حراره نظام؟ قال لك درجه الحراره دي هي مقياس لمتوسط طاقه حركه جسيمات النظام. يعني ده عباره عن حاجه بتقيس لي بس طاقه الحركه. يعني ايه يا مستر؟ يعني درجه الحراره ده رقم وهمي مش موجود؟ لا هو مش رقم وهمي، هو بيقيس لي حاجه معينه. ايه الحاجه اللي بيقيسها لي دي؟ هو بيقيس لي طاقه حركه الجسيمات، بيقيس لي الجسيمات دي طاقه حركتها عامله ازاي، بس بيقيس لي طاقه الحركه كلها. يعني بيقول لي جسيمات طاقه حركتها كذا، لا ده بيقيس لي متوسط طاقه حركه الجسيمات. يعني بيجمع لي طاقه حركه الجسيمات كلها على عدد الجسيمات. لان زي ما انتم فاكرين كده من الرياضه كان يقول لك ان كلمه المتوسط لعده قيم ده بيساوي احد هذه القيم على افتراض تساويه. يعني ايه؟ يعني لو انا عاوز اجيب متوسط كنت بجيب مجموع الحاجه دي كلها على عددها، دايما اجمع عددهم، اجمع القيم بتاعتهم واقسم على العدد. ده كده بالنسبه لي تعريف المتوسط. فدرجه الحراره برضو هي مقياس لمتوسط طاقه حركه الجسيمات. يعني ايه متوسط؟ يعني مجموع على عدد، مجموع طاقه حركه الجسيمات على عدد الجسيمات. ده كده تعريف كلمه درجه الحراره. وناخد بالنا ان في فرق ما بين كلمه درجه الحراره والحراره، لان احنا هندرس ان شاء الله الدرس الجاي هنعرف مع بعض ان في حاجه اسمها حراره، والحراره دي ليها تعريف مختلف تماما. يبقى الحراره دي حاجه ودرجه الحراره حاجه. ايه هي درجه الحراره؟ ده عباره عن مقياس بيقيس لي متوسط طاقه حركه الجسيمات، زي الشكل اللي قدامي كده لما يقول لي درجه حراره الميه 80 10. ايه ال 10 وال 80 ده؟ زي ما قلنا ده عباره عن حاجه انا بقيس بيها متوسط طاقه حركه الجسيمات. فيقول لك لو افترضنا مثلا ان طاقه حركه الجسيمات او طاقه الحركه لجميع الجسيمات متساويه، يبقى معنى كده ايه؟ ان درجه حراره الماده او النظام تكون مقياس لطاقه الحركه لاحد الجسيمات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو طاقه حركه كل الجسيمات مثلا 20، طب هم عددهم كام؟ ولنفترض مثلا 10،
فكل واحد من ال10 دول كان قيمته كام؟ 20. تمام؟ لان قلنا كل واحد منهم قيمته 20 وهم عددهم 10، فهيبقى مثلا 20 في 10 بكام؟ ب 200. 200 على 10 برضه هيبقى فيها ال 20. عشان كده يقول لك لو كل الجسيمات ليها نفس طاقه الحركه فدرجه الحراره هتساوي ايه؟ هتساوي طاقه حركه واحده بس من الجسيمات دي. طب تمام. الافتراض ده علينا؟ لا، الافتراض ده مش عليكم عشان برضه ما تلخبطوش نفسكم بيه. يجي لك سؤال بقى يقول لك لماذا تعد درجه الحراره مقياس لمتوسط طاقه حركه الجسيمات وليس طاقه حركه الجسيمات؟ ايه ده مش الاثنين نفس المعنى؟ لا، هو هنا بيسالك بيقول لك ليه بعتبر درجه الحراره هي متوسط طاقه حركه الجسيمات مش طاقه الجسيمات نفسها، زي ما حطها لك هنا لما ضربت لك مثال قلت لك ايه؟ هي مجموع طاقه حركه الجسيمات على عددهم. فهو بيسالك ليه بقى درجه الحراره هي تعتبر المتوسط مش طاقه حركه الجسيمات؟ يعني ليه ما لغيناش الحته دي؟ لان المفروض ان طاقه حركه كل الجسيمات تكون متساويه، حيث تختلف طاقه الحركه من جسيم الى اخر في نفس الماده. تمام؟ يبقى احنا بنجيب المتوسط لان المفروض ان طاقه حركه كل الجسيمات تكون ايه؟ متساويه. نخش بقى نعرف كده ازاي بتاثر بعض العمليات على الطاقه الداخليه للنظام. فاول حاجه هيكلمنا على التسخين، تاثير التسخين على طاقتي وضع وحركه الاجسام. فقال لك عند اكتساب الماده او النظام اللي عندي كميه من الطاقه الحراريه هيزداد متوسط طاقه حركه جسيماتها. ليه؟ لان انا خلاص بسخن، فلما اسخنها طاقه الحركه هتزيد. فده بيؤدي لايه؟ قال لك ده بيؤدي لارتفاع درجه حراره النظام والعكس صحيح. يعني ايه مثلا؟ يعني لو انا جبت الماده اللي عندي خليتها تبدا تفقد كميه من الطاقه الحراريه هيقل متوسط طاقه حركه الجسيمات وبالتالي هتقل درجه الحراره. فيقول لك اي تغير في الطاقه الداخليه للماده ده بيؤثر على درجه حرارتها. لو حصل تغير في الطاقه الداخليه هيأثر على ايه؟ على درجه الحراره. فيقول لك مثلا ان متوسط طاقه حركه جسيمات الماء الساخن اكبر من متوسط طاقه حركه جسيمات الماء البارد. طب ليه؟ لان الماء الساخن درجه حرارته اعلى فبالتالي الطاقه الحركيه اعلى او طاقه الحركه اعلى، فبالتالي حركه الجسيمات بتكون اكبر ما يمكن. يجي لك سؤال يقول لك علل سرعه انتشار الروائح في الهواء الساخن اكبر من سرعه انتشارها في الهواء البارد. برضه ليه؟ لان متوسط طاقه حركه جسيمات الهواء الساخن اكبر من متوسط طاقه حركه جسيمات الهواء البارد. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه العوامل اللي بتاثر في مقدار تغير درجه حراره النظام والاجسام. مديني مثال جميل جدا. بيقول لك ماذا تلاحظ عند وضع احد اليدين في ماء ساخن واليد الاخرى في ماء بارد؟ طبعا لو حطيت ايديك واحده في ميه بارده والثانيه في ميه سخنه ايه اللي هتحس؟ الايد اللي في الميه السخنه هتحسها طبعا سخنه جدا، والايد اللي في الميه البارده هتحسها بارده جدا. فبيقول لك بقى تعالى جرب بعد كده شيل ايديك الاثنين وحطهم في ميه فاتره. يعني ايه ماء فاتر؟ دي ميه لا هي سخنه ولا هي بارده، ميه من الحنفيه. هتلاقي اللي هيحصل قال لك هتشعر ان اليد اللي كانت موضوعه في الماء الساخن بالبروده واليد اللي كانت موضوعه في الماء البارد بالسخونه. تمام؟ يبقى انا اول ما شلت ايديا وحطيتهم في الميه الفاتره هتلاقي ان ايدك فعلا اللي كانت موجوده في الميه البارده اول ما تحطها تحس ان الدنيا ايه؟ بقت ادفى. طب والايد اللي كانت محطوطه في الميه السخنه هتبدا تحس بايه؟ هتحس ان الميه او ان هي المكان اللي موجوده فيه بارد. عامل شبه ايه كده؟ لو انت مثلا بتظبط الدش بتاعك على درجه حراره معينه، ولنفترض مثلا ان انت بتظبطه ولا هو على البارد ولا هو على السخن، فجيت حضرتك اخدت الدش ده في الصيف، هتيجي تطلع من الدش تحس بايه؟ تحس ان الجو حر. طب ليه؟ لان درجه الحراره بره مرتفعه. طب تعالى نفس درجه الحراره اللي انت كنت بتاخد فيها الدش بس في الشتاء، اول ما تطلع من الدش هتحس بايه؟ تحس انك سقعان وبتلج وبتتكتك وبص خلاص مش قادر. طب ايه الفرق ما بين الحالتين؟ ان في الحالتين انت هنا كنت في درجه حراره مرتفعه لما طلعت من الدش اللي انت كنت فيه، طلعت بدرجه حراره مرتفعه في الصيف، لكن في الشتاء طلعت بدرجه حراره بارده. طب برضو ده معناه ايه؟ معناه ان الحراره عندي او مفهومك او شعورك بدرجه الحراره بيكون نسبي. طب بيتوقف على ايه؟ قال لك بيتوقف على انتقال الحراره. بيقول لك ان انتقال الحراره من او الى جسم او نظام ده بيستدل على ايه؟ من تغير حرارته. يبقى انا بعرف ان حصل انتقال الحراره على حسب تغير درجه الحراره. فمثلا لما بيكتسب جسم طاقه حراريه ده هيرفع لي من درجه الحراره، لكن لما يفقد الجسم طاقه حراريه ده هيخفض من درجه حرارته. ده نفس الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت. انا دلوقتي طلعت من الدش للجو البارد، فبالتالي انا هيحصل لي ايه؟ بدات افقد طاقه حراريه، فبالتالي درجه حرارتي هتقل، فبالتالي هشعر ان الجو ايه؟ ساقع. طب لو انا دلوقتي طلعت من دش بارد
لجو حر، فبالتالي هكتسب طاقه حراريه، فابدا اشعر ان الدنيا ايه؟ ان الدنيا حواليا حر. تمام؟ يبقى تاني، يبقى الشعور بالنسبه لي ده بيتوقف على ايه؟ على انتقال الحراره، سواء انا بفقد حراره او بكتسب حراره. لو بفقد حراره هشعر بالايه؟ بالبروده، هتشعر بالبروده وهتحس ان درجه حرارتك منخفضه. طب لو انا بكتسب حراره هتبدا تشعر بارتفاع درجه الحراره. وقال لك طبعا ان انت تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه العوامل اللي بتتوقف عليها التغير في درجه الحراره. فقال لك ان بيتوقف مقدار التغير في درجه الحراره اي جسم او نظام على عده عوامل. طب ايه العوامل دي؟ رقم واحد كتله الماده. طبعا اول حاجه تقدر تحدد لي كميه الحراره اللي ممكن الجسم يكتسبها او يفقدها هي كتله الماده. تاني حاجه هي نوع الماده. طب تالت حاجه حاله الماده. يبقى انا عندي كده كام عامل عندي بيحددوا التغير في درجه الحراره؟ 3: كتله الماده ونوع الماده وحاله الماده. تاني، يبقى كتله الماده ونوع الماده وحاله الماده. طب يا مستر دول غير العوامل بتاعت الطاقه الداخليه؟ دول بيحددوا لك التغير في درجه الحراره، سواء الماده هتفقد او هتكتسب. طب هتفقد او هتكتسب على حسب ايه؟ على حسب الثلاث حاجات دول. بالنسبه بقى للطاقه الداخليه، لا، الطاقه الداخليه كان 4 حاجات. اول حاجه كانت درجه الحراره، ثاني حاجه كتله الماده، ثالث حاجه نوع الماده، واخر حاجه حاله الماده. طب تعالوا كده نشوف الثلاث عوامل دول بيتحكموا عندي ازاي في التغير في درجه الحراره. فبيقول لك اول حاجه خلينا ندرس كده اثر الكتله على تغير درجه الحراره. جاب لك تجربه، قال لك ضع 1 كيلو جرام من الماء في الكأس A ونص كيلو في الكأس B وسجل درجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة بالنسبة لي في الاثنين هتبقى ثابتة. بعد كده أسخن الكأسين، أجيب الاثنين وأسخنهم لحد ما يكون زمن التسخين متساوي عند الاثنين، يعني أسخن الاثنين بدرجة حرارة أو بنفس اللهب ونفس درجة الحرارة. وبعد كده أشوف القراءة بتاعت الترمومتر، هلاقي إيه اللي هيحصل؟ هلاقي إن ارتفاع درجة الحرارة في الكأس B على ارتفاعها في الكأس A. هو مين الكأس B ده؟ الكأس B ده اللي هو كان قد ايه؟ اللي هو كان نص كيلو، اللي كانت كتلته اقل. درجة حرارته ارتفعت عن المية اللي كانت موجودة في الكأس A اللي هي كانت كتلتها 1 كيلو جرام. طب ليه بقى؟ قال لك لأن عندي لما بتقل درجة الحرارة الطاقة الحرارية اللي ممكن الجسم لما بتقل. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه العوامل اللي ممكن يتوقف عليها مقدار التغير في درجة حرارة أي جسم أو نظام. قال لك إن عشان يحصل عندي تغير في درجة الحرارة في شوية عوامل كده المادة بتتوقف عليهم أو التغير في درجة الحرارة بيتوقف عليهم. طب يا مستر هم دول غير العوامل اللي احنا بنتكلم عليهم من شوية؟ اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية دي كانت العوامل اللي بيتوقف عليها الطاقة الداخلية للنظام، اللي هم كانوا كام عامل؟ كانوا 4. أول حاجة كانت درجة الحرارة، ثاني حاجة كانت كتلة المادة ونوع المادة وحالة المادة. نفس الثلاث عوامل بس كنت بضيف عليهم درجة الحرارة. المرة دي بقى احنا هنتكلم على العوامل اللي ممكن يتوقف عليها مقدار التغير. يعني شوف المادة اللي عندي دي درجة حرارتها هتزيد قد ايه وهتقل قد ايه، بس على حسب الثلاث حاجات اللي قدامي او الثلاث عوامل اللي قدامي. طب تعالوا نشوف كده اول حاجة عندي اثر كتلة المادة. لو حصل تغير في الكتلة، لو انا عندي مادة كتلتها كبيرة ومادة كتلتها صغيرة، مين فيهم اللي هتكتسب طاقة حرارية اكبر، او مين فيهم اللي هتتغير درجة حرارتها بصورة اكبر؟ والاثنين نفس المادة، يعني عندي مية ومية، بس هنا حاطط كتلة اكبر وهنا كتلة اقل. تعالوا نشوف التجربة دي مع بعض. في التجربة قال لك هنجيب كيلو ميه 1 كيلو جرام من الماء او 1 لتر ميه، وفي الكاس الثاني هنحط نص لتر. بعد كده هشوف درجه حرارتهم، هلاقي ان الاثنين درجه حرارتهم متساويه. بعد كده هسخن الاثنين على لهب منتظم لنفس الفتره الزمنيه. طب ليه؟ قال لك عشان يبقوا الاثنين اكتسبوا نفس الطاقه الحراريه. يبقى انا هجيب كاسين، واحد في كيلو وواحد في نص كيلو، وهسخن الاثنين على نفس اللهب بنفس الزمن. هلاقي ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان درجه الحراره في الكاس اللي فيه كتله اقل اللي هو كان الكاس بي بترتفع عن الكأس اللي موجود او عن الميه اللي موجوده في الكأس ايه. طب ليه بقى حصل اختلاف كده في مقدار الطاقه؟ قال لك ان الطاقه بتتغير او الارتفاع في درجه الحراره بيتغير على حسب كتله الماده. ازاي يا مستر؟ يعني مثلا في الكأس اللي كان كتلته 1 كيلو جرام اللي كتلته اعلى، قال لك ان مقدار الارتفاع في درجه الحراره كان اقل. طب ليه يا مستر؟ قال لك لان الطاقه الحراريه بقى اللي المفروض الماده هتكتسبها ده بيتوزع على عدد اكبر من الجسيمات، فبالتالي هيزداد متوسط طاقه حركتها بمقدار اقل. يبقى تاني كده انا دلوقتي عندي كتله 1 كيلو جرام، فبالتالي عدد الجسيمات كبير. طب لما عدد الجسيمات زاد محتاجه طاقه حراريه اعلى. انا دلوقتي سخنت الاثنين نفس المده، لقيت مين اسخن؟ لقيت اللي سخن او درجه حرارته اتغيرت اللي كان كتلته اقل. ليه؟ لان كتلته اقل ده اخذ نفس كميه الطاقه الحراريه بس اتوزعت على عدد جسيمات ايه؟ اقل.
فبالتالي الطاقه الحركيه اللي عندهم زادت او طاقه الحركه عندهم زادت. عامل كده بالظبط كانك معاك 50 برتقانه، 50 برتقانه عاوز توزعهم مره على 50 فرد ومره على 100 فرد. اول مره لما هتوزعهم على 50 فرد كل فرد هياخد ايه؟ هياخد برتقانه، هياخد برتقانه وهياكلها وهيشبع. طب تاني مره انا وزعتهم على كام فرد؟ هي نفس كميه البرتقان، بس بدل ما اوزعها على 50 فرد وزعتها على 100 فرد. ال 100 فرد دول لما يجوا ياكلوا هياكلوا كام برتقانه؟ كل واحد هياخد نص برتقانه لان انا موزع ال 50 على 100، فكل واحد هياكل نص برتقانه. طب هل هيشبع او هل هيتبسط بالبرتقان زي لما كان كل واحد بياخد برتقانه؟ لا، نفس الموضوع هنا. لما كان عدد الجسيمات اقل اتوزع عليها كميه من الطاقه الحراريه اكبر، الطاقه الحراريه اللي هتكتسبها الماده اتوزعت على عدد اقل من الجسيمات، فبالتالي متوسط طاقه حركتها هيزيد. يبقى تاني كده يبقى مقدار الارتفاع بيقل بزياده الكتله. علاقه ايه؟ يبقى دي كده علاقه عكسيه. كل لما تزيد الكتله كل لما مقدار الارتفاع او مقدار التغير في درجه الحراره بيحصل له ايه؟ بيقل. طب ليه؟ لان قلنا الطاقه الحراريه اللي هتكتسبها الماده هتتوزع على عدد كبير من الجسيمات، فطاقه الحركه بتقل، فبالتالي ارتفاع في درجه الحراره هيقل. لكن هنا لما تقل الكتله هتزداد درجه الحراره. طب ليه؟ قال لك لان الطاقه الحراريه اللي هتكتسبها الماده هتتوزع على عدد اقل من الجسيمات، وبالتالي الطاقه الحركيه اللي هتكتسبها او طاقه الحركه اللي هتكتسبها هتكون اكبر. فبيقول لك الاشكال اللي قدامي، الاشكال التاليه بتوضح 4 كؤوس تحتوي على ايه؟ تحتوي على كميات من الماء مختلفه في كل من الكميه ودرجه الحراره. ألقي فيها 4 كتل معدنيه متماثله في الكتله، ودرجه حراره كل منها 80 سيليزيوس. فبيقول لي في أي هذه الكؤوس يكون مقدار الارتفاع في درجة حرارة الماء الموجود فيه أكبر مع التفسير. طب تعالوا كده نبص مع بعض. أول كاس ده كان فيه 50 مللي، طب درجة حرارته كام؟ درجة حرارته 80 سيليزيوس. تاني كأس كان فيه 100 مللي، درجة الحرارة كام؟ 80 سيليزيوس، 20 سيليزيوس. تالت كأس جيم ده 50 مللي ودرجة الحرارة بقت 20 سيليزيوس. كأس د ده 100 مللي ودرجة الحرارة كام؟ 80 سيليزيوس. فعاوز يشوف مين في دول في أي هذه الكؤوس هيكون مقدار الارتفاع في درجة حرارة الماء هيكون أكبر. نمشي مع بعض. طبعا مبدئيا أنا هلغي الإجابة ب ود، تمام؟ وبيقول لك إن الكتل المعدنية الأربعة اللي عندي متساوية في الكتلة ومن نفس المادة. طبعا المقارنة هتتوقف على درجة حرارة وحجم المية. فبالنسبة لألف ودال فقال لك ان الاثنين درجه حرارتهم بالنسبه لي 80 ودي نفس درجه حراره الكتل المعدنيه، فبالتالي طالما الاثنين ليهم نفس الدرجه فمش هيحصل انتقال عندي في درجه الحراره. وطبعا بالنسبه لي الكأس ب ودال زي ما قلنا دول الكتله بتاعتهم اكبر، فبالتالي برضو دول مرفوضين. يبقى انا عندي كده الاجابه الف وب ودال. طب ليه يا مستر ب ودال؟ لان الاثنين كتلتهم اعلى. طب ليه يا مستر الف ودال؟ لان الاثنين درجه حرارتهم نفس درجه الحراره بتاعه الكأس، فبالتالي مش هيحصل تغير في درجه الحراره. لان عشان يحصل عندي تغير في درجه الحراره وده ان شاء الله هنعرفه في الدرس الجاي لازم يكون في اختلاف، لازم يبقى في اختلاف ما بين المادتين اللي انا موصلهم ببعض عشان يحصل انتقال من اللي درجه حرارته اعلى للي درجه حرارته اقل. لكن لو الاثنين نفس درجه الحراره قال لك مش هيحصل عندي اي انتقال في درجه الحراره. فالاجابه بالنسبه لي هتبقى ج. تاني حاجة أو تاني عامل وهو نوع المادة. جاب لك برضو المرة دي بس جاب نفس الكتلة، حط 1 كيلو جرام من الماء في الكأس A، 1 كيلو جرام من الزيت في الكأس B، يبقى هنا في زيت وهنا في مية، وسجل درجة حرارة الاثنين لأن الاثنين ليهم نفس درجة الحرارة. بعد كده سخن الاثنين على لهب منتظم ونفس زمن التسخين عشان الاثنين يكتسبوا نفس كمية الطاقة الحرارية، وبدأ يسجل درجة الحرارة. لا ايه اللي حصل؟ لقى ان حصل ارتفاع في درجه حراره الزيت في الكأس B عن ارتفاع درجه حراره الماء في الكأس A، يبقى في الكأس B درجه الحراره زادت عن الكأس A. طب ليه بقى؟ قال لك لان انا لما سخنت كتلتين متساويتين من الزيت والميه بنفس المصدر الحراري بنفس الفتره الزمنيه كان مقدار الارتفاع في A او في الزيت اكبر من الميه. ليه بقى؟ لان الحراره النوعيه للزيت اقل من الحراره النوعيه للماء. ايه ده مستر؟ ايه الحراره النوعيه دي؟ تعالوا بقى نشوف كده مع بعض تعريف جديد وهو الحرارة النوعية. ايه الحرارة النوعية دي؟ قال لك الحرارة النوعية دي هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من المادة بمقدار
1 سيليزيوس. يعني ايه برضه يا مستر؟ معلش فهمني كده نفهم واحده واحده. دلوقتي مثلا هديكم مثال بحاجه بسيطه جدا، حاجه كنا واخدينها في سنه 6. لما تيجي حضرتك تكون بتمشي على الشط الصبح، بتلاقي درجه حراره الشط او درجه حراره الرمله عامله ازاي؟ لو احنا رايحين مثلا بحر هتلاقي ان الرمله بتكون سخنه جدا. طب جرب كده تنزل الميه تلاقي الميه نوعا ما بارده. طب تمام، تعالى بقى بالليل تلاقي ايه اللي بيحصل؟ تلاقي ان الرمله عندك درجه حرارتها منخفضه جدا، تلاقي الرمله ساقعه. طب الميه، تلاقي الميه لو انت نازل مثلا بعد المغربيه كده اول الدنيا ما تلاقي الميه مالها دافيه، تلاقيها دافيه وجميله جدا، يمكن احسن ما كانت الصبح. طب ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ قال لك لان انا عندي في حاجه اسمها حراره نوعيه، دي كميه حراره او خاصيه بتميز الماده اللي عندي. لازم الماده اللي عندي تكتسب كميه من الحراره، كميه الحراره دي هي اللي بتخلي درجه حرارتها بترتفع ايه؟ 1 درجه سليزيوس. فبالنسبه لي حاجه مثلا زي الرمله دي الحراره النوعيه بتاعتها منخفضه. يعني ايه الحراره النوعيه مثلا بتاعتها منخفضه؟ يعني بتحتاج كميه حراره قليله عشان ارفع درجه حرارتها. يعني الحراره النوعيه دي هي حاجه كده بتحدد لي التغير في درجه الحراره، على عكس مين؟ على عكس الميه. الميه الحراره النوعيه بتاعتها مرتفعه. يعني ايه يا مستر الحراره النوعيه بتاعتها مرتفعه؟ يعني محتاجه كميه حراره عاليه جدا. طب محتاجه كميه حراره عاليه جدا عشان يحصل لها ايه؟ عشان ترتفع درجه حرارتها. يعني الحراره النوعيه دي هي اللي بتحدد لي التغير في درجه الحراره. فبالنسبه لي هنا مين سخن الاول؟ اللي سخن الاول الزيت. يعني الزيت بيحتاج حراره ايه؟ اقل، فبالتالي الحراره النوعيه للزيت اقل من الحراره النوعيه للماء. يبقى الحراره النوعيه دي هي كميه حراره الماده بتحتاجها عشان ترفع درجه حراره 1 كيلو جرام من نفس الماده بمقدار ايه؟ 1 درجه سيليزيوس. يبقى كميه الحراره اللي الماده بتحتاجها عشان ارفع 1 كيلو جرام 1 درجه سيليزيوس دي اسمها ايه؟ حراره نوعيه. وبدا يديني جدول. اول حاجه كده يعرفني الحراره النوعيه دي خاصيه مميزه للماده، وبتختلف طبعا باختلاف الماده وباختلاف الحاله الفيزيائيه، زي اختلاف مثلا الحراره النوعيه للثلج الحديد عن الماء السائل. فبدا يحط لي جدول ده بيوضح لي فيه الحراره النوعيه لبعض المواد. فقال لك مثلا الزئبق ده الحراره النوعيه بتاعته منخفضه جدا، النحاس اعلى، والحديد، الالومنيوم، زيت الذره، والثلج، والماء. خلينا بس طبعا القيم دي مش علينا حفظ، خلينا نوضح حاجه كده برده من الجدول اللي قدامي ده. لو تاخدوا بالكم الزئبق الحراره النوعيه بتاعته مالها منخفضه جدا، قد ايه؟ 140 سيليزيوس. عشان كده مثلا ماده زي الزئبق دي بيستعملوها في صناعه الترمومتر. طب ليه؟ لان الترمومتر انت مجرد ما حضرتك ما بتمسكه وحطه في بقي، او مثلا حسب ما الدكتور ما بيقيس درجه الحراره، اول ما الدكتور ما بيحطه في المكان اللي عاوز يقيس درجه حرارته، بتلاقي اللي بيحصل، بتلاقي ان الترمومتر بعد مثلا دقيقه بالظبط خلاص بدا الزئبق يتحرك ويوصل لدرجه حراره معينه. فبالتالي الزئبق ده عشان يسخن ويبدا ان هو يتمدد بيحتاج حراره ايه؟ قليله، اللي هي درجه حراره مين؟ الانسان. هو احنا درجه حرارتها اصلا بتبقى كام؟ من 37 لحسب مثلا لو شخص مريض ممكن تبقى 38 39. طبعا دي حالات تبقى شخص مريض درجه حرارته مرتفعه جدا. فتخيل درجه الحراره البسيطه دي ممكن ان هي تخلي الزئبق يتمدد. فبالنسبه لنا الزئبق ده يعتبر من المواد اللي الحراره النوعيه بتاعتها بتكون منخفضه جدا. وزي ما قلنا ان الحراره النوعيه دي خاصيه بتميز الماده. طب بتختلف على ايه؟ بتختلف على حسب نوع الماده وعلى حسب الحاله الفيزيائيه. يعني مثلا الثلج ليه بيكون ليه درجه حراره مختلفه عن الماء السائل. وطبعا بخار الميه برضو ليه حراره نوعيه ثالثه. فزي ما قلنا عندما تكون الحراره النوعيه للماده كبيره هتكون كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره الماده بمقدار 100 كبيره، والعكس صحيح. وبيكون مقدار الارتفاع في درجه حراره الماده صغير لما بتكتسب كميه معينه من الحراره. وبدا يوضح لك ان بتستغرق الماده وقتا طويلا لفقد الطاقه اللي اكتسبتها. يعني ان هي بتبرد ببطء. دي الماده اللي الحراره النوعيه بتاعتها عاليه. زي مين؟ زي الميه، زي ما ضربت لكم المثال بتاع البحر. عشان كده لما بتنزل بالليل بتلاقي الميه لسه دافيه. ليه؟ لان هي عشان الحراره النوعيه بتاعتها مرتفعه، فزي ما بتكتسب الحراره ببطء برضه بتفقدها ببطء. بيقول لك مثال: عند اكتساب كتلتان متساويتان من النحاس والالومنيوم نفس كميه الحراره يكون مقدار الارتفاع في درجه حراره النحاس اكبر من مقدار الارتفاع في درجه حراره الالومنيوم. لان احنا قلنا ايه؟ لان الحراره النوعيه للنحاس اقل مما للالومنيوم. عشان كده يفضل حراريا النحاس عن الالومنيوم في صناعه اواني التسخين، لان هو بيسخن بسرعه فيسوي لك الاكل اسرع.
يبقى تاني، يبقى لما بسخن كتلتين متساويتين هلاقي ان النحاس بدرجه حرارته بترتفع قبل الالومنيوم. ليه؟ لان الحراره النوعيه للنحاس بتكون اقل من الالومنيوم. مديني برضو شويه اسئله، يقول لك مثلا لماذا يستخدم الزئبق في صناعه الترمومتر؟ لان قلنا الحراره النوعيه للزئبق بتكون منخفضه، وبالتالي درجه حرارته بترتفع سريعا لما يكتسب اي كميه من الحراره. وبرضو الميه بتدخل بنسبه كبيره في تركيب جسم الانسان. ليه؟ لان الحراره النوعيه للماء مرتفعه، وبالتالي بيحافظ على ثبات درجه الحراره لما تتغير درجه حراره الوسط. السؤال ده مهم، خلينا نوضحه برضو. احنا عارفين ان الميه بتدخل في تركيب اجسام الكائنات الحيه وبالتحديد الانسان بنسبه 70%، يعني الميه داخله في تركيب معظم الكائنات او تركيب اجسام معظم الكائنات الحيه. طب احنا درسنا مين بالتحديد؟ درسناه في السنين اللي فاتت، الانسان. كان يقول لك ان الماء بيدخل بنسبه 70% في تركيب جسم الانسان. وده على فكره يعني من حكمه ربنا سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ قال لك لان الحراره النوعيه للماء مرتفعه جدا. يعني عشان الميه اللي في جسمنا دي عشان تبدا ان هي تغلي او ان هي درجه حرارتها ترتفع وتحسسنا بالسخونيه، بتحتاج كميه حراره كبيره جدا جدا جدا. عشان كده تلاحظ دايما نقول ايه؟ نقول ان درجه حراره الانسان 37. طب اشمعنى 37؟ هي ثابته على 37؟ ثابته على 37. عشان ترفع انت اصلا درجه حراره الميه اللي موجوده في جسمنا او الميه عموما، عشان ترفعها بس 1 درجه سلسيوس، قال لك دي بتحتاج درجه حراره عاليه جدا جدا جدا. عشان كده اصلا سيادتك لما بتكون حاطط الميه مثلا على النار تغلي، جرب كده حط ايدك من فوق كده من بعيد على نفس النار اللي بنغلي عليها الميه، هتلاقي نفسك اول ما ايدك اصلا بتقرب بتعمل ايه؟ تتلسع، لان اصلا جسمك ما بيتحملش الحراره دي. فبالتالي الميه عشان تغلي بتحتاج حراره كبيره جدا جدا جدا. فعشان كده بيفضل جسمنا محافظ على درجه حراره اللي هي كام؟ 37. ليه؟ لان الحراره النوعيه للميه زي ما قلنا بتكون مرتفعه، عشان كده بيفضل محافظ جسمنا على نفس درجه حرارته حتى لو المكان اللي احنا موجودين فيه درجه حرارته ارتفعت. لان لو كان ربنا سبحانه وتعالى مثلا كان موجود في جسمنا اي ماده ثانيه غير الميه، او لو كانت الميه مثلا الحراره النوعيه بتاعتها منخفضه، لو كان جه علينا الشتاء على الصيف مثلا، اول ما نخش الصيف فطبعا درجه الحراره بترتفع، فبالتالي كنا هنلاقي الحراره بتاعتنا بيحصل لها ايه؟ تتغير. طب انت بقى في الصيف درجه حرارتك بتوصل 40 و45، ويجي عليك الشتاء تلاقي درجه حرارتك 20، تبقى بني ادم عمال ايه؟ طالع نازل. السؤال الثالث، لديك كميتان من الماء والزيت لهما نفس الكتله عند درجه حراره 20 سيليزيوس، تم تسخينهما بواسطه مصدر حراري منتظم. اي السائلين يستغرق زمنا اكبر للوصول الى درجه حراره 60 سيليزيوس. هنا بيقول لك انت عندك كميتين من الميه والزيت عندهم نفس الكتله عند درجه حراره 20، سخنت الاثنين بمصدر حراري، مين فيهم بقى هياخد زمن اكبر عشان يوصل لدرجه حراره 60؟ طبعا احنا لسه عارفين ان الميه الحراره النوعيه بتاعتها مرتفعه، فبالتالي هقول له انه بيستغرق الماء الزمن الاكبر لارتفاع حرارته النوعيه عن الحراره النوعيه للزيت. بعد كده هناخد تطبيق جهاز اسمه الرادياتير. قال لك ان بيستخدم الماء في نظام التبريد اللي هو الرادياتير اللي بيبقى موجود في العربيات. ليه بقى؟ طبعا عشان يحمي المحركات من التلف بفعل ارتفاع في درجه الحراره، لان اصلا العربيات فيها مواتير، فالمواتير دي بتحتك ببعضها كتير فدرجه حرارتها بتزيد. طب عشان يحلوا الموضوع ده بيعملوا ايه؟ بيبقى في حاجه اسمها الرادياتير، ده نظام تبريد موجود جوه العربيه. طب الرادياتير او نظام التبريد ده بستخدم معاه ايه؟ قال لك بيستخدموا الميه في نظام التبريد ده. ليه؟ عشان يحمي المحركات ان هي ما يحصلهاش تلف او ان هي تبوظ بسبب درجه الحراره. وبيقول لك كمان ان الميه بتعد سائل ممتازا للتبريد. ليه؟ برضه بسبب نفس الموضوع، لارتفاع حرارتها النوعيه، فهو بيمتص كميات كبيره من الطاقه الحراريه دون حدوث ارتفاع كبير في درجه حرارته. يبقى الميه بتقدر ان هي تسحب كميات كبيره من درجه الحراره لكن من غير ما يحصل اي ارتفاع في درجه حراره الماء. ده كده بالنسبه لتاني عامل وهو نوع الماده. يبقى احنا عرفنا اول عامل كان كتله الماده اللي هو بيتوقف على ايه؟ على عدد الجسيمات. طب تاني عامل عندي وهو نوع الماده، وقلنا بتتوقف طبعا على الحراره النوعيه. ثالث عامل وهو حاله الماده. تعالوا بقى نشوف الجزئيه دي مع بعض. قال لك هنجيب 500 جرام من ثلج درجه حرارته -50، 500 جرام من الميه درجه حرارتها 20، وهنحط الاثنين في كاس. حط ده في كاس وده في كاس، وهسخن الاثنين على نفس درجه الحراره نفس المده، وابدا اسجل قراءه الترمومتر. هلاقي ايه؟ هلاقي ان مقدار الارتفاع في درجه حراره الثلج كانت اكبر من مقدار الارتفاع في درجه حراره السائل. ايه ده يا مستر؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني الثلج هيسخن اسرع من الميه؟ لا، انا ما قلتش كده.
انا بقول لك ان مقدار الارتفاع في درجه الحراره، يعني مثلا لو الميه كانت درجه حرارتها 20 هلاقي ان الميه مثلا درجه حرارتها هتبقى 50. ماشي يا مستر، زادت 30 درجه، حلو. التلج بقى لو انا كنت جايبه -5 ورحت حاطه ومسخنه، قال لك ان هنلاقي مقدار الارتفاع في درجه حرارته اكبر من مقدار الارتفاع اللي حصل عند الميه. يعني ايه؟ يعني لو الميه زادت بمقدار 30 درجه هلاقي التلج هيزيد بمقدار كام؟ بمقدار 40. يعني بدل ما كان هو درجه حرارته مثلا كانت -5، درجه حرارته هتبقى كام؟ هتبقى درجه حرارته 30، او هتبقى درجه حرارته 35. لو هو زاد مثلا 40 درجه فهتبقى درجه حرارته 35. فمقدار الارتفاع في درجه حراره التلج اللي هو الماده الصلبه بيكون اكبر من مقدار الارتفاع في درجه حراره الماء. طب ليه؟ لان برضو الموضوع بيتوقف على الحراره النوعيه، لان الحراره النوعيه للتلج بتكون اقل من الحراره النوعيه للماء، فبالتالي التلج بيحتاج كميه حراره اقل عشان ارفع درجه حرارته، على عكس مين؟ على عكس الميه. وهنا جايب لك برضو رسمه توضيحيه شكل بياني كده، يقول لك دي كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره الثلج 50 درجه مئويه، اللي هو بس يا دوبك يوصل للصفر. ودي كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره الماء 20 درجه سيليزيوس. فالميه عشان الميه السائله عشان الحراره النوعيه بتاعتها مرتفعه، فبالتالي لما تيجي تسخنها هترتفع درجه حرارتها، هترتفع لكن بمقدار اقل. يبقى لحد هنا عرفنا كده الثلاث عوامل اللي ممكن ياثروا لي في مقدار التغير في درجه الحراره، اللي هم اول حاجه قلنا هي كتله الماده اللي هو عدد الجسيمات، ثاني حاجه نوع الماده، واخر حاجه هي الحاله الفيزيائيه للماده. لحد هنا نكون وصلنا لاخر جزئيه في الدرس بتاعنا. اتمنى طبعا يكون الشرح عجب حضراتكم، اتمنى لو في اي حاجه مش واضحه او اي حاجه حابين نستفسر عليها نكتب في الكومنتات. شكرا لكم، كان معكم مستر محمد رجب من منصه اتعلم. مع السلامه.